السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مدرسة دوحة المعرفة الخاصة، عساكم بخير يا رب العالمين. الآن معنا شرح جديد لدرس من دروس مادة أحب لغتي. هيا نتعرف. التعلم القبلي. هيا طلاب الأعزاء، علينا أن نقوم بقراءة هذه الكلمات قراءة صحيحة ونميز بين اللام القمرية واللام الشمسية. لقد قمنا بدراسة اللام الشمسية واللام القمرية بالصف، وقمنا بحل النشاط عليها والتمييز بينهم. علينا أن نقوم بقراءة هذه الكلمات قراءة صحيحة وتمييز الكلمة هل هي لام قمرية أم لام شمسية. العلم، اللام إيه؟ قمرية، اللام عليها سكون وتنطق وتكتب، أحسنتم. النافذة، أحسنتم، اللام شمسية، الحرف اللي بعدها عليه شدة وتكتب في الإملاء ولكنها لا تنطق وما بعدها حرف مشدد. الشجرة، أحسنتم، اللام لام شمسية لأن اللام كتبت ولا تنطق والحرف الذي يأتي بعدها يكون حرف مشدد، ذلك اللام سقطت في النطق. عليك أن تقوم بتمييز الكلمات الأخرى. أهداف درسنا اليوم: قطعة فهم مقروء، أقرأ الفقرة قراءة صحيحة ومعبرة، أتعرف على الأصوات القصيرة والطويلة لحرف الضاد، أجيب عن أسئلة فهم المقروء. هيا بنا الطلاب الأعزاء، علينا أن نقوم بقراءة الفقرة قراءة جيدة ونتعرف عليها. في إحدى أمسيات شهر رمضان الفضيل كان رضوان يستعد لعرض مسرحية مدرسته. ترى الضيوف في الموعد ودخلوا قاعة العرض. علينا أن نقوم بقراءة الفقرة قراءة سريعة ومسترسلة ونتفهمها ونتعرف عليها. نفهم الفقرة بتتحدث عن إن هذا فهم مقروء، عليك أن تفهم الفقرة جيدا. أولا السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. كان رضوان يستعد لعرض، ارجع إلى الفقرة، لعرض قصيدة أم مسرحية أم إنشاد. علينا أن نقوم بالاختيار الصحيح. كان رضوان يستعد لعرض مسرحية، أحسنتم، بارك الله. في أمسيات شهر رجب أم شعبان أم رمضان الفضيل. علينا أن نرجع إلى القصة أو فهم المقروء، فقرة القراءة التي أمامك، وتقوم بالاختيار الصحيح. في أمسيات شهر رمضان، أحسنتم، شهر رمضان، بارك الله فيكم. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة الصحيحة. حضر في الموعد، أحسنتم، العبارة صحيحة، بارك الله فيكم. استعد سالم لعرض مسرحيته، العبارة خطأ، أحسنتم، بارك الله فيكم.